وبطلع الاقي الشيوخ كتيره قوي. يعني هوريكم برضو من ضمن الشيوخ، يعني الشيخ بيتكلم عن مواصفات الجنه على اعتبار ان هو مات تقريبا وشاف الجنه ورجع تاني حكى لنا، وبيحكي قد ايه مواصفات الجنه من قصور بقى وحور عين وانهار ومعرفش مين. فخلينا نتفرج بس مع الفيديو ده كده ايه، ونشوف بعد كده نتكلم عن الموضوع ده جه ازاي او الحاجات دي اتعرفت ازاي. خلينا كل بقى نشوف واحد الفيديو ليه كده مع بعض. 4 أنهار في الجنة مخصوصين ليه، مش 4 أبيار، سلام. 4 أنهار. نهر من لبن، ونهر من ماء، ونهر من عسل، ونهر من خمر، لا يتغير ولا يتلوث أبدا على مدى العصور والأزمان أبدا، ويجروا في غير أخدود. ودي المعجزة بقى، مش حفرة وهم مليانها، لا ده هم على وش الأرض، ما تدلقش المية كده ولا كده ولا العسل ولا الخمر ولا أي حاجة، تفضل كده. طيب عايز أزور أخويا الدكتور عمرو، قاعد أنا مثلا في مثلا في جنات عدن، ودكتور عمرو في الفردوس الاعلى اعلى مني، عايز ازوره. بيني وما بينه مليارات السنين، مجرد فقط ما انوي عايز ازور الدكتور عمرو، فجأة كده الملك ياخدني، الاقي نفسي فين؟ عند حضرتك في ثواني، في غمضة عين. طب انا بس وزي ما شفت معانا المواصفات اللي احنا شفناها دلوقتي، هي حاجه بصراحه يعني مش فاهمها جت ازاي، بس انا هفهمك الحسبه جت ازاي او المواصفات دي جت ازاي. طبعا يعني ناس كتير او شباب كتير عشمانه في الحور العين اللي هم المفروض ستات بقى وكده يعني. بس عايز ابسط لك الحوار. دلوقتي الجنه بيتقال مواصفاتها، عشان كنت منزل بوست على الفيس بقول لهم دي ما فيهاش حور عين كمان، فالناس كلها قالت لك جنه. لو جيت بصيت على المواصفات اللي هو بيتكلم فيها، وهي الحور العين. الحور العين دي لا ستات فائقة الجمال، شديدة البياض، قوائم أطرابها اللي هو صدرها كبير، حاجات كده فشيخة ما فيش منها اتنين. وبتيجي تعمل الواحد بتعمله في 70 سنة. يعني انت الواحد بتيجي بتمارس الجنس مع واحد بتمارسه في 70 سنة. تمام. والحريات دي كل يوم الشرف عندها او العذرية يعني بترجع من اول وجديد. الاستنتاجات دي وركز على شديدة البياض دي. الاستنتاجات دي جت ازاي؟ الفكرة كلها اللي قال المواصفات دي ناس بدو قاعدين في الصحراء، فبالتالي هو اقصى طموحهم ايه؟ هو ما شافوش نسوان بيضة قبل كده، بالنسبة لهم دي حاجة فشيخة ان هم يشوفوها. هم معاهم معزة اصلا في الصحراء قاعدة في خيمة وبتاع. فبالنسبه له الست صدرها كبير او شديده البياض وبتاع. يعني يا سيدي انا واحد اهو مسلم، انا يعني بحب الافارقه، انا عايز واحده افريقيه، هل دي موجوده في الجنه؟ لا. هو لو ركزت هتلاقي اللي بيتذكر انها ستات حور شديده البياض وبتاع، مع ان في اكتر من روايه بتقول ان الحور دي مش ستات اصلا، ان هم نوع من انواع الفاكهه. وفي روايه تانية بتقول ان مفيش سكس اصلا في الجنه او مفيش علاقات جنسيه في الجنه، وان مش هنبقى احنا روح من غير اعضاء تمثيليه، ده اعتبار ان في جنه يعني وكده. ففي اكتر من روايه، بس هم ركزوا في الروايه اللي من الاخر تخلي الناس تركز في الاخره اكتر، يعني فيما بعد الموت. يعني اللي هو من الاخر انت حياتك طالعه ميتين امك فيها، اصبر. أنا بقول لك هروقك، اتقل عليا. عايز ايه؟ حور عين؟ خد يا عم 70 72 حوريه. وبص كلهم وبعدين في نقطه بيقول لك بترجع عذريه تاني، ان هم كان عندهم مشكله في حوار الستات انها لازم تبقى بشرفها، او طبعا هم على اساس ان هم فاكرين ان العذريه هي الشرف يعني. فبالنسبه له عايز واحده لسه ضيقه بقى، لسه بكر، لسه ما حدش لمسها، فبالتالي انها تتجدد له كل يوم بعذريتها. مش فاهم ايه حبهم في الدم يعني. فدي بالنسبه له حاجه كويسه. ده بالنسبه للحور العين. لما تيجي تبص على الانهار يقول لك نهر خمره، نهر عسل، نهر ميه، نهر لبن. فليه نهر لبن؟ يعني مثلا تخيل واحد زي دان بلازيريان ده، او ايلون ماسك مثلا، او نجيب سويرس يا عم، جاي عايز تهديه الاسلام وبتقول له يا عم هديك 70 حريه. يعني بص بص دان بلازيريان عامل ازاي. ده عنده كل حاجه في الدنيا. ده تقول له قصر في الجنه يقول لك يا باشا قصر، انا عندي بلاوي. حور عين، انا معايا احسن موديل موجوده في العالم، احسن نسوان في الدنيا مع دان بلازيريان ده. معاه سلاح. الخمره دي اجود انواع الخمره. فانت تيجي تقول له في الجنه فيه وفيه وفيه، مش هيقتنع. فلو جيت بصيت لها ليه ذكر 4 انهار عسل وميه فتره ولبن وخمره. العسل عشان كان زمان غالي وكان بيستخدموه في حاجات كتير، منها الشفاء ومنها ان عشان فوائده كتير، بس كان غالي، ما كانش متوفر بكثره. فبالنسبه له يبقى عنده نهر عسل ده حوار يعني.
الميه ما كانت كلها هناك ابيار، بير كده تلاقي بير، وطبعا بيبقى ساعات عليه فضلات وساعات عشان بير راكز، مش مياه متحركه، فبالتالي الميه ما بتبقاش نقيه. فدي كانت مأساة بالنسبه لهم. حتى كان في الوضوء بيتعودوا ان هم يتوضوا بكوبايه ميه، او بيتيمموا بالتراب لو ما فيش ميه. مش معنى كده ان التيمم سنه، لا، هو عشان على وقتهم ما كانش فيه اصلا ميه، فبالتالي هو بالنسبه له عم يشرب بشويه تراب كده زي الفل. حتى هم كان في الحمام، يعني في ناس بيهموك ان زمان كانت النظافه فشيخه وكده، طبعا ما فيش الكلام ده. الناس دي كانت بتعمل حمام في الصحراء، وكانوا بيمسحوا اللي هي لا مؤاخذه مؤخره يعني بالحجاره، لان ما فيش ميه متوفره، فهيعمل ايه؟ هو على وقته ما كانش فيه كده. الخمره برضو عشان هيك زمان كان بيتقال عليها حرام، وبرضو ما كانتش متوفره، ما كانتش كمان حتى متوفره بالجوده العاليه. فبالتالي الخمره ما كانتش متوفره يعني قوي. ف فبالنسبه له دي امل ان هو يبقى عنده خمره. وبعدين يقول لك خمره الجنه مش مسكره. طب يعني معلش بالمنطق كده، لو هي مش مسكره ايه لازمتها؟ لان هي اصلا الخمره طعمها وحش، يعني هي الافكت بتاعها في انها مسكره. فلما انت تقول لي في الجنه خمره بس مش مشكله، مش مسكره، فمالهاش لازمه. تيجي برضو يقول لك نهر اللبن، ما هو برضو اللبن زمان ما كانش متوفر قوي، لان هو كان الابل والمعيز وكده كانوا بيذبحوهم كتير، فما كانش اللبن برضو متوفر بالزياده. فبالنسبه لهم يقول لك 4 انهار من دول ميه ولبن وخمره وكده، دي كانت بالنسبه لواحد صحراوي مش شايف غير الصحراء قدام منه، والحاجه دي مش متوفره قدام منه، دي بالنسبه له امله. هتيجي برضه تحسبها، يقول لك ايه؟ هيبي لك قصر في الجنه، هيبي لك بيت في الجنه، هنديك معرفش كام فدان. لان برضه زمان كانوا عايشين فين؟ عايشين في خيم. فبالتالي انت عشان تيجي تقول انا دلوقتي انا في ده، او اي حد تاني معاه فلوس، تيجي تقول له ابني لك بيت في الجنه، طب ما انا معايا بيت، فاهم الفكره؟ زمان كانوا قاعدين في خيم كلها مفتحه على بعضها، والدنيا كانت مليطه. فانك تقول له قصر ولا غيره، الراجل ده لما راحوا الاندلس وشافوا البيوت وشافوا حاجات معموله اندهشوا، لانه كانوا قاعدين في خيم. فبالنسبه لهم حاجه بتتقفل بباب وبتاع، دي ثوره حضاريه. فعشان كده ده بالنسبه له البدوي اللي هو مش عارف، ما شافش الدنيا بره عامله ازاي. بالنسبه له لما تقول له في قصر بس فيما بعد بقى لما تموت، مش هنعرف نحقق لك دلوقتي، هو فيما بعد لما تموت ده ان شاء الله نبقى نجيبه لك يعني. قصر وحور عين، حتى لو جيت ركزت هتلاقي في الفاكهه دايما يذكر لك نخل، هنبني لك نخله في الجنه، التين او العنب، تمام؟ لان هي دي الفاكهه اللي هو شافها، لكن هو ما شافش مثلا موز، ما شافش مانجا، ما شافش بطيخ. يعني في فاكهه كده هتلاقيها مش مذكوره. اللي هو مش مذكوره ليه؟ لان هو كحدود الصحراء اللي هو كان قاعد فيها كان اخره يشوف النخل. يوم ما اتطور وراح شاف، كان التين برضه كان في الصحراء. يوم ما اتطور راح شاف كان العنب، عشان العنب بيتعمل منه النبيذ يعني الخمره وكده. ف والزيتون برضه. فهو محدود حتى في الاكل، يعني حتى هو في الحاجه اللي هو مش عارف يوصل لها، فبيعشم نفسه ان فيما بعد ممكن يحصل الكلام ده، او ان احنا بقى نجيب لك ايه، جناين فيها تين بقى، بص زي ما انت عايز، عنب زي ما انت عايز، الجو ده بلح زي ما انت عايز. حتى لو ركزت فيها هتلاقي الحيوانات اللي اتذكرت في القرآن ليها ليميت معين، يعني اتذكر انواع معينة. ليه بقى؟ هو كان في بيئة صحراوية، فبالتالي البدو عامة يعني اللي شايفه قدام منه معيز وإبل وحصنة. الحصنة كان بيحاربوا بيها، الإبل برضو كان بيركبوها عشان يسافروا بيها، والمعيز دي كان بيذبحوها، معيز أو خرفان يعني، تمام؟ يوم ما زود، طبعا الكلام موجود ده كده كده، يوم ما زود حيوانات كان ايه؟ كان القردة والخنازير، لانه اخر حدوده تعداها كانت الهند. فالهند موجود فيها القرود بكتير، والسعوديه نفس القصه برضو فيها قرود كتير. يعني القرود عامله زي الكلاب والقطط هنا كده، هو كتير يعني، فتتشاف بسهوله. والهند كمان بالظبط. فحتى تلاقيه حتى ما بيذكرش مثلا ايه، سمك القرش ما بيذكرش مثلا إيه والله في دولفين، ما بيذكرش مثلا الدببه، هو ما شافش الكلام ده. فهو حتى تلاقيه في الحيوانات محدوده. فهل مواصفات الجنه دي حقيقه؟ محدش يعرف. ما تخليش حد يشتغل ويقول لك ان في جنه وفي نار او في مواصفات ليها او احنا نعرفها او شفناها. لو ركزت هتلاقي كلها اجتهادات شخصيه ما بين واحد هو بيتخيل اللي فيما بعد هيبقى موجود ايه. لكن مفيش حد مات عشان يرجع يقول لك
في مواصفات جنه ولا لا، ولا ايه اللي موجود فيها، ولا ليها باب ولا بتخش ولا بتعمل. مش حد اشتغل بالكلام ده كله. المفروض انت عندك عقل واعي كفايه انك تبقى فاهم ده. واديك انا مش بقولك صدقني، يعني مش بقولك تصدقني انا، ولا صدقني ولا صدق غيري. صدق عقلك، يعني حكم عقلك كده، قول بص والله ده الحته دي المفروض تبقى كده، ما ازاي المفروض دي حصل كده. فهي بالعقل يعني بالمنطق هتلاقي كل حاجه بقت سهله. بس وده كان فيديو النهارده، اشوفكم في الفيديو الجاي.